هو مين الشخص اللي المفترض ناخده قدوة؟ ممكن تسألي انت نفسك مين هو الشخص اللي المفترض ناخده قدوة؟ انا هحكي لك قصة بسيطة قوي حصلت امبارح او اول امبارح، متعلقة بفنان كده الناس كلها عارفينه وبياخدوه، هو بيقول على نفسه نمبر 1. معروف، محمد رمضان. من الاخر الناس كلها بتتكلم عن الحادث اللي حصل عن محمد رمضان، بس اللي محدش بيقوله هو السؤال الحقيقي: اللي كانوا معاه في الحفلة لو ماتوا هل كانوا مستعدين؟ كانوا رايحين فين؟ الطريق بتاعهم اللي هم فيه ده انتوا شايفينه ده طريق قدوة؟ مين القدوة اللي بيسوق الناس يا اخوانا؟ الموت ولا محمد رمضان؟ ولا القدوة ده بيبقى حد تاني لازم نعرفه في الفيديو ده؟ يا اخوانا لازم تعرفوا قبل ما نتكلم عن القدوة ان الموت ما بيستأذنش حد. صحيح في مقولة ذكرت بتقول اكثروا من ذكر هادم اللذات اللي هو الموت. كلنا في لحظة ممكن نكون يعني في خبر كان. المصيبة مش في الموت، الموت ده حق آت لا محالة، بس المشكلة هل انت هتموت وانت مش مستعد؟ انت عايز تعرف مقامك عند ربنا؟ انا عايز اعرف ان ربنا بيحبني ولا لا. اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. شوف ربنا حطك فين. حطك عمال تتنطط وتلبس لبس النساء والسيدات والبنات، وعمال تحلق لي الجزء ده وتسيب لي شعرك حته فوق، وعمال تتشبه لي بالكفار والمشركين اللي بره. هو ده مقامك عند الله؟ لو انت مع الناس اللي بتصلي في المساجد او مقيم الصلاه والزكاه والحج والعمره، هو ده مقامك اللي ربنا اختارك فيه؟ ده مقامك عند ربنا يا اخوانا. ولو نجمك خد قلبك ورحت قعدت بقى تتفرج على الحفلات وتتنطط وتلعب وتروح وتيجي، هو ده مقامك عند ربنا؟ مكانك هنا. محمد رمضان مش قدوة يا اخوانا، ولا عمره هيكون قدوة، استحالة يكون ده قدوة. انا كواحد مدرس بدرس الولاد لغة عربية وشريعة اسلامية، هل تعتقد ان ده واحد احنا نقدر نعرضه للطلبة في المدارس نقول لهم ده قدوة؟ قدوة عمال يتنطط وعمال يرقص؟ ده النبي لو شافه اصلا هيرضى عن تصرفاته؟ عمر بن الخطاب ده لو شافه يقطع رقبته. لو احنا عايشين مع حد من السلف ولا حد من الصحابة، ولا لو كانت سيدات الصحابة اصلا عدت وشافت الراجل زي ده كده، ده يقيموا عليه الحد. ده بيعمل ايه ده اصلا؟ بيقدم لنا ايه ده يا اخوانا؟ محمد رمضان مش قدوة ومش ممكن يكون قدوة يا اخوانا. القدوة اللي ربنا قال فيها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوتك وقدوتك هو رسول الله. مش اللي بيغني واللي بيلعب بيزنس وبيلعب فلوس ومعاه مليارات ويقول لك انا معايا. قدوتك لما الدنيا ضاقت عليه قال اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. هو ده قدوتك. اسأل نفسك، لو انت كنت مكان الناس اللي ماتت في الحفلة، او لو انت كنت مت، هل انت كنت هتروح تقابل ربنا وانت راضي عن نفسك؟ لو روحك كانت طلعت واحد مات، واحد في العناية المركزة، هتقابل ربنا تقول له ايه؟ هتقابله بأغنية ولا باستعراض ولا بسجدة؟ ولا انت هتقابليه في فستان عريان؟ انا اسف، صدرك ورجلك وجنبك وكل حاجاتك ومظهرك ومفاتنك كلها، هتقابليه تقول له ايه؟ انا هقول لك كلمة جميلة قوي للامام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال ايه؟ قال لقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه ان من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هتبعثي على الصورة اللي انت مت عليها، والله العظيم. يوم القيامة انت لو انت مت بفستان عريان كده بالطريقة دي، هتيجي يوم القيامة عريانة. لو مت وانت في حفلة، هتيجي يوم القيامة في حفلة. لو مت وانت بتغني، هتيجي يوم القيامة وانت بتغني. شوفي انت عايزة تقابلي ربنا ازاي، وهتقابلي ربنا بالطريقة اللي انت هتموتي عليها. اياكوا تفتكروا يا شباب ان الشهرة حصانة وان الفلوس ضمانة. اللي ماتوا قبلنا والله كانوا زينا وكانوا زيكم وكانوا اكتر منكم، لكن افضوا الى ما افضوا اليه. خلاص ما خدوش حاجة معاهم وراحوا، وكله راح، وما باقي الا وجه الله عز وجل. كل شيء هالك الا وجهه. ولو انت عايز تتكلم عن القدوة بقى، تعال اقول لك مصعب بن عمير، اول سفير في الاسلام. تسمعوا عنه حاجة؟ للأسف كتير مننا ما يسمعش عن مصعب بن عمير. طب سمعت عن زيد بن ثابت؟ لا، ما تسمعش عنه. أقل من دقيقة كان شاب من أثرى الصحابة مصعب بن عمير في مكة، لبسه من الحرير وعطره يشم من بعيد. لما سمع بالحق ساب كل ده، ومذكور في كتب التاريخ أنه قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولكن ما عند الله خير وأبقى. راح المدينة وحده، راح يعلم الناس ودخل الإسلام كل بيت في المدينة. وفي الآخر استشهد في غزوة أحد وما لقوش كفن يغطي جسمه. هو ده القدوة يا فندم، اللي اختار الجنة بدل الشهرة. الإيمان عمره ما كان رفاهية، ولا عمر ديننا كان مفروش بالورود. وده اللي ربنا اختاره انه يكون أول سفير في الإسلام.
رقم 2 زيد بن ثابت، تسمعوا عنه؟ للأسف ما نسمعش عنه. شاب صغير جميل عنده 17 ولا 18 سنة، النبي اختاره يكتب الوحي. ممكن أسألك سؤال؟ أنت عندك كام سنة؟ 20؟ أنت حافظ حاجة من القرآن؟ بتعرف تقرا القرآن انت؟ طب انت بتعرفي تقرا القرآن؟ اخر مرة رحت ما قرأت القرآن كانت امتى؟ اخر مرة رحت حفظت سورة وكانت صعبة عليك ومش قادرة، اصل مش قادرة دي صعبة، انا مش فاضية. وراكي ايه رئيسة الوزراء حضرتك؟ وانت رئيس الديوان؟ ولا بتعملوا حاجة، قاعدين يومكم كلكم على السوشيال ميديا، مفيش اي افادة بتعملوها. ولكن لما تيجي تبتدي تحفظ سورة في القرآن ولا تحضر درس علم ولا درس يطول زي ده لمدة دقيقتين 3 5، نهار يا عم انجز. ومع انك انت مش عارف انت عايزني انجز ليه، يعني انت ما وراكش حاجة اصلا، عايز تعمل سكرول سكرول سكرول، عايز تشوف اللي بعده اللي هو ايه، انت مش عارف انت بتدور على ايه اصلا. يعني انا لو جيت سألتك انت بتدوري على ايه على التيك، انت مش عارف، داخله عماله انت مش عارف، لكن عايز ننجز، اخلص بسرعه. انجز ليه؟ هو انت وراك ايه اصلا؟ انت مش عارف. حفظ القرآن كله، والنبي أمر بتعلم العبرية اللغة اليهودية، قعد 17 يوم ورجع للنبي. والحديث اللي بيقول من تعلم لغة قوم أمن مكرهم مش حديث يا اخوانا، دي مقولة مأثورة. ولما مات جمع القرآن، وكان بإشراف من أبو بكر وعمر رضي الله عنه. زيد بن ثابت ما كانش عايز ترند، لكن حفظ القرآن وحفظه الله من أجل القرآن، وبسببه النهاردة وصل لنا القرآن. سؤالي ليك بقى، آخر مرة قرأت القرآن كان إمتى؟ اللي عايز أقوله، عايز تبقى قدوة مش لازم تكون لابس ذهب زي محمد رمضان بيطلع يلبس الذهب والسلاسل الذهب والكلام ده، مش لازم ده حرام أصلا. النبي قال إن هذا حرام على رجال أمتي حلال لنسائها، وهو عادي اتس اوكي يا مان، بيفتخر بيه. هل ده يعرف حاجة عن ربنا؟ طيب بيطلع يعلم الناس ده كده، انت شايفه ده قدوة؟ طيب عايز اقول لك حاجة كمان، القدوة مش هو اللي بيركب سيارات ب3 مليون وبيفضل يستعرض سياراته ويقول لك ده جمهور. لا يا حبيبي، ربنا ما امرناش بكده، ولا عمر ربنا امرنا ان احنا نشتهر او ان احنا نعرض النعم اللي ربنا ادانا، ربنا ما قالش كده خالص. اللي عايز اقوله، الذين امنوا اشد حبا لله، ده اللي انا عايز اقوله يا اخوانا. وفي كلمة انا عايز اقول لك عليها قبل ما اختم، اللي بيعصي ربنا ربنا وعده بجهنم. ايه انت يا عم انت متشدد؟ لا يا حبيبي، انت اللي مميع، انت اللي ما تعرفش حاجه عن ربنا، ماليش دعوه، دي مشكلتك انت، انا ماليش دعوه. مش انت متنازل في دينك، دي بتاعتك، جبتها منين؟ ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. ده كلام ربنا والله، بس انت لما بتقراوش ومش عارفه. واختم لك بايه جميله قوي كده ربنا قالها، القيامه ربنا بيقول عن الكفار والمشركين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هيتمنوا ان هم يكونوا مسلمين. فانا بسألك، على من تراهن؟ على نجم زائل ام على رب غفور رحيم؟ يا رب تكون رسالتي وصلت لك، وتعرف مين هو القدوة الحقيقية ومين هو الشيطان الرجيم. يا ريت تشارك الفيديو ده مع غيرك علشان ينفع كتير من الشباب التايهين في زمن قل فيه الواعيون وكثر فيه التافهون. شكرا.